السلام عليكم. يلا نعمل رز بالخلطة بطريقة كتير سهلة وبسيطة. تعال نشوف المقادير. بالبداية رح نحط معلقة من السمنة في القدر، ومجرد ما تسيح عنا وتتحمى وتحمى رح نضيف المكسرات، ومجرد ما تاخد معانا لون رح نرفعهم على جنب. بعدين رح ننزل بربع كوباية من الزبيب، نعطيهم تحميصة كتير محترمة، بعدين نشيلهم ونحطهم على جنب. ورح ننزل بورق غار وحبتين هيل ونص عود من القرفة ونعطيهم تشويحة. مجرد ما تطلع ريحتهم رح ننزل عليهم حبة من البصل مقطعة مكعبات، وراح نتركها لحتى تستوي معانا، وننزل عليهم كوباية من الرز البسمتي المغسول مش منقوع، ونعطيهم تقليبة، وننزل عليهم كمان الزبيب اللي احنا حمصناه، وننزل عليهم البهارات، بهارات الرز والفلفل الأسود مكعب ماجي ورشة قرفة ورشة جوز الطيب، ونعطيهم تشويحة. وبعد هيك ننزل عليهم مقدار المية اللي راح يحتاجه الرز. بعد ما يغلي معانا راح نتأكد من ملحه ونظبط ملحه. هنا احتاجنا لمعلقة صغيرة من الملح، وتركناهم لحتى يستويوا معانا كتير منيح، وقدمناهم. وبالعافية عليكم، رز زاكي ولذيذ، وبالذات لما تحطيه جنب صينية دجاج أو بصينية بطاطس أو كفتة راح يبيض لك وجهك على سفرتك. وبالعافية عليكم يا رب.